لانه الممارسه السياسيه في رئاسه الجمهوريه كيف ما الكره في تونس مازالت ما دخلتش طور الاحتراف. معناها نجموا سي منصف المرزوقي كان اختار انه يهاجر تونس تحت نظام بن علي لانه بقوا قلقوه شويه معناها، لكن عدنان المنصر عايش في تونس يعرف اش معناها الكره، يعرف اني نار. بالكش مش مغروم بالكره، ينجم يكون مش مغروم اللي مش مغروم بالكره من المستحسن ما يدخلش في السياسه في تونس. ما نقولش مغروم، يفهم ويتبع. اي على الاقل لا النتيجه هو اللي قاعد نسمع فيه توا من طرف خالد بالطبيعه مانيش موافقه يعني كالعاده ما عادي. معناها ان انا باناليزي حاجه اللي هي ممارسه مرضيه اللي عشناه في تونس في عهد بن علي، وأنه الأندية تحت السيطرة اليومية للدولة. ونعاود ونكرر نفس الشيء يحصل وقت بورقيبة. حامد القروي كان رئيس النجم الساحلي، عبد العزيز الأسرم كان وزير وشد رئاسة النادي الأفريقي، التداخل كان واضح. الظاهرة هذه ظاهرة مرضية وما تصير كان في البلدان المتخلفة. نعاودها ونكررها، معناها ما نردوش توا أنه كل الأمور تستوي. الخطأ والإعوجاج كان موجود في الكرة التونسية وقت بورقيبة وزاد كثر وقت بن علي. وقت بورقيبة ما ثماش حملات انتخابية وما ثماش انتخابات، دونك ما كانش ما حاجتوش يعمل بوق دعاية لأنه حط روحه رئيس مدى الحياة. بن علي ترفق شوية للدستور وحب يجي كل مرة، دونك لازم 2008 هاي نعملوا له حملة وكل. أكثر من هكا صارت لخبطة في المفاهيم. سليم شيبوب أحببنا أم كرهنا، وهذا التاريخ يقول رمز في تونس للفساد الرياضي، لأنه دخل لنا ممارسات في تونس هتكت جسد الكرة. مثلا الرشوة. لا 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 خليني نكمل عاد خليني نكمل. ما تكملش حاجه غلطه سامحني. ليه حاجه صحيحه؟ لا حاجه دخل الرشوه في تونس، الرشوه موجوده في كره القدم التونسيه قبل سنين وخالده واكبر مني ويعرف. رد نظمها شويه. نظمها لا ما نظمهاش. لا هي اعطاها قواعد وقوانين كل واحد نعطيه حقه. بالله اعطيني اسامي شكون بدا. لا ما نجمش نعطي اسامي. خالد انت موافقني ولا قبل؟ الرشوه موجوده من قبل. البيعان والشريان موجوده. انت الرشوه موجوده من قبل. لا ما تكلموش الناس كلهم عطنا عايشكم ما نعملوش كيف جماعه فاتت. نجم نكمل جوست الريزو. يكمل الريزو وبعد نعطيك كمل الريزو نتاعك. نعاود ونكرر بالنسبه للكره التونسيه والكره الافريقيه، وهذا موثق. وصارت شويه صارت حرب اهليه مره في باماكو وقت الاسبيرونس مشات لعبت، وتعرفوا علاش. رمز كي نقول رمز مش معناه هو الوحيد، راه هو دخلنا في التيار اضر بالكره التونسيه وبالكره الافريقيه. لكن نرجع للفكره، سليم شيبوب رمز للفساد الرياضي، مش رمز للفساد السياسي. شو انتفع هو بوجوده في الترجي؟ ما انتفع بحد شيء. هو نفع الترجي بحكم تقربه من عائلة بن علي وليس العكس. مش نفع بن علي بحكمه رئيس للترجي. بالتالي سليم شيبوب سامحني سهر بن علي قبل ما يدخل الترجي. نعرف متفقين فيها، وقبل حتى من بن علي يكون رئيس، متفاهمين فيها. الثوره قربتكم ياسر يظهر لي. لا حقائق هذه الترجي هو اللي استغل قوة شخصية سليم شيبوب ونفوذه المالي وليس العكس. وسليم شيبوب بكل صراحة إنسان أعطاه للترجي لأنه كان يحب الترجي، وعندي ملامات كثيرة عليه وموافق ونشد في كلامي، ولكن كان يحب جمعيته وخدم جمعيته، خدمها أكثر من اللازم لأنه خرق القانون في موضوع حول سليم شيبوب. خالد